صباح الفل عليكم، صباح السعادة، صباح الهنا، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رجب. ربنا يعودها عليكم بخير يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. احنا النهاردة هنتغدى ايه؟ احنا هنعمل فراخ بطريقة كويسة خالص، وحاجة يعني ايه مختلفة شوية. انا جبت كده الخلاط بتاعي وهنحط فيه شوية طماطم كده محترمين اهوت، وهنحط فيه كمان ده قرن فلفل كده سبايسي، وبصلتين هنقطعهم كده اهوت. تمام. والتانية تمام. تمام. وفصين توم اهمت، وهنحط كمان معانا فلفل اصفر وفلفل اخضر. تمام، حلو خالص كده. ونحط بقى البهارات بتاعتنا ايه. هنحط فلفل اسود، ده كله كده في الخلاط هنضرب مع بعضه، وده فلفل، وده كمون مبهر اهوت، معلقه كمون مبهر. تمام. ومعايا كمان خلطه من خلطه الفراخ. حلو الكلام. هنضرب ده كله في الخلاط ونرجع لكم. انا معاكم اهوت، جبت الصينيه الحوض بتاعتي ديت، ومعانا هيت فراخ ايا كانت بقى الفراخ اللي انت عاوزينها، يعني صدور، وراك، فرخه على بعضها، مش مشكله. وهننزل كده ايه نرص في الصينيه اي حاجه. تمام اهيت. حلو الكلام اهوت. ونحط الحاجات ديت كده ايه، الحاجات بتاعتها بتاعت الفرخه. تمام تمام تمام. ونجيب بقى الخلطة اللي احنا عملناها في الخلاط اهيت، ونكب عليهم. نمسك الفراخ كده اهيت، وندهنها كلها كويس خالص من فوق ومن تحت. تمام. ورص بالصينية اهيت كده. تمام تمام اهيت. وخليها تشرب كلها من التتبيلة اللي احنا عاملينها ديت. حلو كده اهوت. كده انت رصيتها اهوت وتبلتها كويس خالص خالص. احنا كده مظبطين كل حاجه. انا عندي الفلفل الاسود فيه ملح، والكمون المبهر فيه ملح، وكل حاجه كده تمام، مش محتاجه اي حاجه اكتر. مثلا هنحط لها ايه معاها كمان ورقتين لورا معاها، عشان كده انا هنسيبها كده ايه ساعه زي ما هي كده في التتبيله، وبعد كده هندخلها الفرن يعني على نار وسط، نسيبها تستوي على مهلها مع في الفرن. هنعمل ايه كمان بقى؟ هنعمل معاها كمان صينيه رز معمر. هنحط شويه زيت كده في قعر الصينيه، والرز بتاعنا. تمام. غاسلينهم زي الفل اهو. ماشي. ونعمل ده كده، هي كده بالنسبه لي مظبوطه. هننزل عليها بشويه ملح الاول. تمام كده الملح بتاعي مظبوط ان شاء الله. ومعايا كيلو لبن اهوت غلياه عشان كان في الفريزر. تمام كده. وهنزود عليها ايه ميه. ماشي كده اهو. تمام خالص كده. وهندخلها برضو الفرن على نار عالية من تحت، ويا دوب كده من فوق ايه حاجة بسيطة. وبكده احنا دخلنا الحاجة هي في الفرن، الفراخ اهي، وادي الرز ماشي يعني على نار متوسطة من فوق وعالية من تحت عشان الرز. شوية كده الرز يغلي، وهنوطي على دي ونوطي على دي.
هنشوف معاكم الرز اهوت. ما شاء الله هو كده استوى خلاص اهو. تمام، نعمله كده وهنحط له بقى ايه السمنه بتاعته عشان يبقى مفرفر كده. لازم يبقى السمنه بلدي اهيت عشان يبقى الرز طعمه حلو وجميل. احنا حطينا الزيت اللي في الاول عشان يفرفر الرز معانا، ما يبقاش ملكوم يعني او فيه تعجينه او حاجه. وكده كمان اهو نكمل السمنه كده. تمام الحمد لله كده اهو. ماشي، وهنزوج الرز كمان ونسيبه ونشوف الفراخ بتاعتنا. هي لسه شويه، عايزه شويه كمان، هنسيبها كمان حبه على الهادي برضو تستوي ايه على مهلها. بسم الله ما شاء الله، احنا كده خلصنا كل حاجه اهيت. ادي الفراخ اهيت استوت معانا وطعمها جميل وريحتها جميله خالص. وادي الرز كمان اهوت. اللهم صل على النبي، حاجه جميله خالص خالص خالص. يا ريت يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بلايك حلو وتصلوا على، ما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات. وبألف هنا وشفا يا رب اللي ياكل كده منها اي حاجه.